تعالى اما اقولك يا اختي يا حبيبتي، انتي بنشوف فيديوهات على الفيس وعلى النت على طول بتاع المكرونه وازاي بتبقى بقى جوسي وسايحه ونايحه وكل الصوصات بقى فيها، وما عندناش بقى جبن وما عندناش الصوصات اللي هما بيحطوها. تعالوا كده هنعملها مع بعض. معلقتين زيت وهننزل بقى فيهم. انا كان معايا يعني نص ربع فرخه اللي هو عندي الكتف مع الجناح ودبوس، فقطعتهم كده بالشكل ده يعني علشان يبقى قطع كده يعني مش قطع كبيره. وقرن فلفل كده رومي وفلفل حامي وبصله، البصل الاحمر برضه هيديها طعم حلو. بقطعهم كده دواير دواير، بيبقى شكلها حلو لما تستوي، بس حاولي على قد ما تقدري الدواير تبقى رفيعه جدا. على بال ما تتشوح بقى الفراخ اكون قطعت بقى الخضار بتاعي. طبعا ممكن تستخدمي اجنحه، بس ممكن تستخدمي حتى رجول فراخ، عدد يعني كميه قليله جدا من الفراخ وتقطعيها وتشوحيها. بس قبل التشويح طبعا بتكوني متبلاها بقى في بهارات فراخ وتوم بودر، بصل بودر، بصل وتوم مفرومين ناعم، طماطمايه مبشوره صغيره، عندك بقى صويا صوص حطيه، عندك مستردة. المستردة جامده جدا في الوصفه دي، في الاكله دي بالذات لازم مستردة، ومعلقتين صويا صوص، ومعلقه نص معلقه عسل ابيض، وبقى ملح وفلفل، ظبطي الملح وليمون، ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه بودر. بتكونوا متبلين بقى قبلها بساعه ولا ساعتين. انا كان عندي اصلا متبله ومحطوطه في الثلاجه في الفريزر، فطلعتها واستخدمتها على طول. ببدا بقى بعد ما تتشوح هشيلها على جنب، وهنزل بقى في نفس الزيت ده، هنزل بقى بالبصل اللي انا لسه مقطعاه واقلبه تقليبه، وانزل بقى بالفلفل. حابه تحطي فلفل حراق بس حطي. احط بقى ملح وفلفل اسود، ومعايا نص كيلو طماطم مضروب في الخلاط. دي شويه بس التوابل والحاجات بتاع الفراخ مكان الفراخ. حط ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقتين صويا صوص، مهم جدا الصويا صوص والمستردة، بس المستردة ما تصورتش، مش عارفه معلقه كبيره مستردة او معلقتين. ده فص حبهان، انا بحط 1 أو 2 أو 3 حسب الكميه اللي انت هتعمليها، بس تكوني عداهم علشان تشيليهم قبل ما تغرفي الاكل. بنزل بقى بالفراخ في الصوص ده بعد ما يتسبك كده، بس هحط معلقه سكر، ممكن معلقه عسل، يعني علشان يدي كرمله كده ويغمق معايا الصوص بتاع المكرونه حبه. هنزل بقى بالفراخ تقليبه كده في الصوص وتاخد غلوه، وبعدين انزل بالمكرونه، المكرونه اللي هي المرمريه دي الرفيعه، حب الصغير. بزود لها بقى ميه بتغلي، ميه من الكتل كده، واظبط الملح بقى بتاعها، ولو مثلا حاسه انه في بهارات او حاجه ناقصه، حاجه اتحطت قليل بزودها. يعني لازم كل البهارات والتوابل اللي انا حطيتها لازم تكون طعمها ظاهر، المكرونه لسه مستوتش، فهتقلل معانا النكهه. بغطيها بقى ميه خالص، كده كده المكرونه يعني بتحتاج ميه، وعلشان كمان هنضيف عليها قبل يعني ما تشرب كل الصوص ده، علشان يبقى فيها صوص كده ويبقى طعمها حلو. هنا انا حسيت ان هي محتاجه شويه ملح، وزودت لها كمان معلقه مستردة، وزودت الصويا صوص، وظبطت يعني التوابل بتاعتها، وسبتها بقى لما استوت. بصوا شكلها عامله ازاي، بصوا الجمال ما شاء الله. طعمها كانه فراخ، كانها فراخ رسمي يعني. المستردة والصويا صوص حلوين قوي قوي مع الفراخ، ونكهه الفراخ بقى والخضار اللي احنا حطيناه، البصل الاحمر ده فظيع. معلقه السكر او معلقه العسل هتفرق، يعني مش هتخليها مسكره، لا هي هتخليها يعني فيها حلاوه كده، طعمها حلو. وما تنسيش برضو تحطي شطه، لو الفلفل اللي هو اللي انت حطاه مش العيال هيحبوه جدا، لان هم بياكلوا اصلا الشيسيات والحاجات اللي فيها شطه، هيحبوها حتى لو هي فيها شطه هياكلوها. بصوا بقى لونها فظيع، بس الدرجه برضو مش باينه قوي في التصوير. بصوا لونها عامل ازاي، الفراخ كانت طريه يعني، بصي جوسي كده، كانها مشويه على الفحم، وفي نفس الوقت طريه، يعني تحقيق المعادله الصعبه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه.